قصة غريبة لثلاث شبان من برشيد، من الجنايات للبراءة. قصة لثلاث شبان من مدينة برشيد أثارت استغرابي كما أثارت استغراب كل من علم بها وعرف حيثياتها عن قرب. طالبان اثنان يقطنان بالحي الحسني ببرشيد، أحدهما نال شهادة البكالوريا هذه السنة، والثاني التحق هذه السنة بمستوى البكالوريا. ومن خلال مستواهما الدراسي يتبين أنهما لا زالا شابين في مرحلة المراهقة، ومن شدة فرحتهما التقيا بصديق ثالث لهما، ولكي يحتفلا بنجاحهما لم يجدوا الثلاثة سوى أن قصدوا السوق التجاري كارفور ببرشيد واقتنوا جرعات من النبيذ للاحتفال. لم يجدوا مكان لاحتساء ما يزيد من سعادتهم بعد نجاحهم الدراسي سوى الخلاء بالقرب من تجزئة الكرم بعيداً عن الأعين، وهم يتجاذبون أطراف الحديث ومدورين الكاس منتشين بتفوقهم الدراسي. طلت عليهم دورية الأمن، ونظراً لقلة حيلتهم وتجربتهم لاذوا بالفرار واختاروا الاختباء داخل منزل في طور البناء، لكن تمكنت العناصر الأمنية من إلقاء القبض عليهم وتمت إحالتهم على المصالح الأمنية ببرشيد للتحقيق معهم. لتبدأ الحكاية والمفاجآت. طالبان وشاب يعمل رفقة والده ليست لديهما سوابق قضائية أو محجوزات أو مشتكون ضدهم، تمت إحالتهم على جنايات سلطات للتحقيق. آباؤهم في حالة يرثى لها. كيف لفلذات أكبادنا أن يكون هذا مصيرهم وقد كنا نأمل أن نراهم بعد التحصيل الدراسي بأحسن حال وبوظائف محترمة؟ ظل المتهمون الثلاثة بسجن عين علموم بالسلطات لمدة شهر و16 يوما. لم يكن لديهم أمل في الانعتاق ومعانقة الحرية بعد التهم الثقيلة التي حملها محضر الضابط القضائي ببرشيد، والتي وقعوا عليها وهم تحت الصدمة بعد أن كانوا بدون سوابق. خلال الأسبوع الجاري كانت محاكمتهم، وكان بالجلسة بين الحاضرين بالقاعة آباؤهم وأهاليهم ومعارفهم، والكل كان ينتظر صدور الحكم، ولا أحد كان يتوقع نتيجته. القاضي الذي سيصدر الحكم في حق الشبان الثلاثة أصدر أحكاما في ملفات أخرى قبل ملف الشبان، وكانت أحكاما تجاوزت 40 سنة في حق أصحابها، ما جعل الشبان وعائلاتهم يرتجفون من شدة الخوف. نادى عليهم القاضي وخاطبهم كأب حنون، وأخرج من ملفهم شواهد تفوقهم الدراسي والتي أثنى عليها، ثم حكم عليهم بالبراءة. فاعتلى القاعة صوت يصلح مرددا: يحيى العدل، يحيى العدل. فابتسم القاضي ومن معه، وتم إنقاذ حياة شبان كاد مستقبلهم أن يضيع، وسوف تبقى صورته بين أعينهم كما ستبقى نسخة من المحضر بين أرشيف ذكرياتهم.